قبل ظهور الإنترنت والتليفون والحاجات العظيمة دي، كانت وسيلة التواصل الوحيدة هي الرسايل أو التليجرام، البتاع اللي بيتكتك كتير ده، وكان العامل البشري هو اللي مسيطر وهو ونيته، واللي كان من السهل قوي إن رسالة منهم تضيع هنا أو هنا، أو إنها تقع في الإيد الغلط، وده لو حصل على مستوى المواطن العادي مش مهم قوي. ولكن بالنسبة للمنظمات الحكومية والجيوش الموضوع ده مختلف، وما ينفعش يبقى بالسهولة دي، وبالتالي لجأوا إلى التشفير، والموضوع مشى زي السكينة في الحلاوة، مفيش أي مشكلة لحد اليومين دول. وأدركم إن أنظمة التشفير الأشهر على الإطلاق زي ال RSA، واللي مستخدم في أغلب العمليات اللي بتتم على الإنترنت لتشفير البيانات، بقى في خطر إن يتم كسره. فالموضوع مش بسيط خالص وما ينفعش يتسكت عليه. إيه بقى حكاية أنظمة التشفير دي، وليه نظام ال RSA هو اللي مسيطر على أغلب العمليات اللي بتتم على الإنترنت لتشفير البيانات، وبيشتغل إزاي؟ وهي دي حكاية النهاردة على كودكس لاين. قبل أي حاجة لازم نفهم يعني إيه نظام تشفير وبيشتغل إزاي. الكريبتوغرافي أو التشفير هو إنك إزاي تقدر تحول بيانات يقدر أي حد يقراها ويفهمها لأرقام ورموز صعب إن حد يفهمها، والأشخاص بس اللي يقدروا يشوفوا البيانات دي على حقيقتها، واللي هي عملية فك التشفير، هم اللي معاهم مفتاح فك التشفير. وأي نظام تشفير فيه كام حاجة أساسية. أولاً المعادلة المستخدمة في التشفير وزيها علشان نفك التشفير، ودول مش سر وأنواعهم كتير. والشيء التاني والأهم هو المفتاح أو الكي، وده بيبقى مجموعة من الأرقام والرموز، ولازم محدش يعرفهم غيرك. بالبلدي كده نقدر نقول إن معادلة التشفير دي زي القفل، ومفتاح القفل هو الكي، وبيبقى ليه نسختين، كل واحد من اللي من حقهم يطلعوا على البيانات دي معاه نسخة. الكلام ده لحد هنا ما فيهوش أي مشكلة، لأنه كان يدوب مقتصر على البيانات اللي بتتباعت بين الحكومات والدول، وطبعا في الجيوش بين الجنود والقيادة، أو بين كام واحد عارفين بعض وممكن يتقابلوا بسهولة ويتفقوا على المفتاح وعلى أنهي معادلة تشفير هيستخدموها. والنوع ده من المعادلات اللي بتستخدم نفس المفتاح في التشفير وفك التشفير بنقول عليها Symmetric Cryptography، واللي ما زالت منتشرة لحد وقتنا هذا في حاجات كتير قوي حوالينا، زي ربط ماكينات ال ATM بالبنوك وتأمين الإيميلات، وحاجة تانية زي Team Viewer واللي شبهه من البرامج اللي بتسمح لناس تانية انها تتحكم في جهازك، وغيرهم كتير. واستمر الاعتماد على النظام ده بدون أي مشاكل لحد التسعينات، وتحديداً 1991 وبداية ظهور الإنترنت، واللي فضل محدود على منظمات بعينها، مش زي دلوقتي في كل بيت وعلى الموبايل وفي كل حتة. والسبب إنهم ما سمحوش بانتشاره السريع، لأن ساعتها هيبقى مش جهاز أو اتنين متصلين على الشبكة ومعروف هويتهم، لأ، ده كمان أي حد ممكن يخش على الشبكة. وطبعا كم البيانات اللي بتتنقل ما بينهم بالهبل، وبتمر على سيرفرات وأجهزة كتير في السكة، وسهل أي حد يعترضها ويشوف محتواها. وهنا جات لهم فكرة إنهم يستخدموا أنظمة تشفير، والاختيار وقع على نظام السيمتريك، واللي معادلات التشفير بتاعته بتعتمد على مفتاح واحد في عملية التشفير وفكه. وده كان موضوع غبي وفاشل جدا. ليه بقى؟ وده بسبب ان نظام التشفير السيمتريك اللي معادلاته بتعتمد على مفتاح واحد في التشفير وفكه، بتحتاج ان المفتاح ده يكون مع الاطراف اللي هتتبادل البيانات، وبالتالي هيبعتوه لبعض على الشبكة، وهيكون مش متشفر. وبكده اللي كان هيتجسس على البيانات هيقدر برضو يتجسس على المفتاح. فمن الاول كده ملوش اي 30 لازمة، لانه بدل ما هيسرق البيانات على طول، لا، هيسرق المفتاح وبعدين البيانات. وبسبب القلق من الموضوع ده فضل الانترنت محدود قوي كده لحد 1994 وظهور السكيور سوكيت لاير المنقذ. وده لان نظام السكيور سوكيت لاير او SSL هو عامل من العوامل المساعدة في انتشار الإنترنت أكتر وأكتر، لحد ما بقى في كل حتة زي دلوقتي من غير أي خوف من التجسس على البيانات، لأنه بيعتمد على نظام جديد للتشفير هو ال Asymmetric Cryptography أو ال RSA بدل النظام القديم السيمتريك. النوع الجديد ده بقى بيستخدم مفتاحين، واحد منهم هو البابليك كي لأنه بيشفر البيانات وما ينفعش يفكها، وده بتبعته لأي حد عايز يبعت لك بيانات وتكون متشفرة. والتاني هو البرايفت كي، وده المفروض محدش يعرفه غيرك، ومهمته هي فك أي حاجة اتشفرت بالبابليك كي. والموضوع ده بيحصل طول الوقت لما بتفتح أي موقع على المتصفح أيا كان المتصفح، جوجل كروم أو غيره، بيقوم المتصفح باعت رسالة للسيرفر، والسيرفر بيقوم رادد عليه بالبابليك كي. يقوم البراوزر متأكد من صحة البابليك كي إنه مظبوط وبتاع السيرفر فعلا، وبعدين بيقوم عامل مفتاح جديد ويشفره بالبابليك كي اللي بعته السيرفر،
ويبصيها للسيرفر تاني وجون يا معلم. ودلوقتي المستخدم والسيرفر بقى معاهم مفتاح جديد محدش يعرفه غيرهم. وهنا انتهت مهمة نظام ال RSA أو البابليك كي. ايه بقى لازمة المفتاح اللي بعتوه لبعض ده؟ واستخدموا نظام تشفير مخصوص علشان يأمنوا عملية إرسال المفتاح ده على النت من أي عملية تجسس. ببساطة خالص، فاكر لما اتكلمنا في الأول إن المشكلة اللي قابلتهم لما جم يستخدموا نظام التشفير المعتاد السيمتريك اللي بيستخدم نفس المفتاح في التشفير وفكه؟ هو ده بقى المفتاح اللي كنا محتاجين نأمنه. والنظام الجديد ده بقى سهل المهمة دي، وقدرنا نوصل المفتاح على شبكة عليها مليارات المستخدمين من غير ما أي حد يتجسس عليه. وبعد كده بيرجعوا تاني يستخدموا نظام التشفير المعتاد السيمتريك في باقي المراسلات. وكتير ممكن يسأل هو ليه اللفة دي؟ ما يكملوا بنفس النظام الجديد اللي هو الاسيمتريك. والإجابة إن النظام ده رغم إنه 10/10 وأمان، بس ليه شوية عيوب، وهو إنه عشان يبقى أمان قوي كده بيكون طول المفتاح كبير جدا، وعملية التشفير بتتأثر بطول المفتاح. بمعنى إن المفتاح لو كان معقد وكبير قوي عملية التشفير وفكه هتاخد وقت أطول، والعكس هيحصل لو كان حجمه أصغر، العملية هتكون أسرع. وعشان كده أفضل استخدام ليه هو نقل البيانات الصغيرة، وده نفس اللي عملوه في عملية تأمين إرسال المفتاح المستخدم في نظام السيمتريك، واللي بيكون أسرع في عملية التشفير وفكه بسبب حاجتين: صغر حجم المفتاح، وإن المعادلة نفسها بتكون أصغر وأسرع. وطبعا هيكون أمان بنسبة 100% طول ما المفتاح فضل سري ما بين الطرفين. لحد هنا عرفنا إيه هي أنظمة التشفير وإزاي بتلعب دور مهم في انتشار الإنترنت. وهنا يجي سؤال مهم، بما إن التشفير كله عبارة عن معادلة ومفتاح، ومعادلة التشفير سهل إنها تتعرف والسر الوحيد هو المفتاح، ليه بقى ما نحاولش ونعكس المعادلة ونجيب المفتاح التاني البرايفت كي؟ وبكده نظام التشفير هيبقى زي قلته. وفعلا في طرق كتير لكسر نظام تشفير ال RSA، واهم واسهل طريقة علشان يقدروا يجيبوا المفتاح ده هي الطريقة القديمة واللي معظم المخترقين بيستخدموها علشان يعرفوا كلمات السر. انهم بيجربوا اكتر من كلمة سر ليهم علاقة ببعض لحد ما تيجي الكلمة الصح، وبنسمي النوع ده من الاختراق Brute Force Attack، واللي نقدر نستخدمها على نظام التشفير ال RSA لحد ما تجيب المفتاح الصح. وفي كمبيوترات سريعة قوي انها تعمل ده. وهنا نسأل، هو بما انها سهلة قوي كده ليه لحد دلوقتي محدش قدر يعملها؟ وان النظام ده اثبت فشله، وده لان على المستوى النظري ده ممكن، ولكن على المستوى العملي صعب ويعتبر من المستحيل. والسر هو برايم نمبرز. نظام التشفير الاسيمتريك او ال RSA بيعتمد في المعادلات بتاعته على البرايم نمبرز او الاعداد الاوليه. والعدد الاولي هو اي رقم اكبر من الواحد ولا يقبل القسمه الا على نفسه والواحد، ونتيجه القسمه دي بتديك عدد صحيح، يعني مفهوش اي كسور او زيادات. وغير كده بنقول على الرقم ده composite number او مركب. مثلا هنا تعالوا نجيب الأعداد الأولية من 1 ل10، وبداية الأعداد الأولية هي الاتنين، وما ينفعش تتقسم إلا على نفسها وعلى الواحد علشان تديني عدد صحيح. وبالنسبة للتلاتة نفس الموضوع. طيب الأربعة ما تنفعش لأني أقدر أقسمها على الاتنين وعلى نفسها وكمان على الواحد. فالمشكلة هنا إنها تقبل القسمة على رقم غير نفسها والواحد اللي هو الاتنين، ولكن الخمسة تنفع، وهكذا لحد ما لا نهاية. إيه بقى لازمة حصة الرياضة دي بالسؤال بتاعنا؟ وهي إن المفاتيح المستخدمة في نظام الاسيمتريك هي حاصل ضرب عددين أوليين، والنتيجة بيستخدموها في إنشاء البابليك كي، والرقمين هما البرايفت كي. والتنبؤ بالرقمين دول صعب جدا لأنهم بيبقوا أرقام كبيرة. مثلا لو افترضنا إنه رقم زي كده وطلبت منك تجيب الرقمين الأوليين اللي حاصل ضربهم بيساوي الرقم ده، ساعتها هتجرب كل الأرقام الأولية اللي أقل منه لحد ما توصل للرقم الصح، واللي أجدعها كمبيوتر دلوقتي هياخد سنين السنين لحد ما يوصل لحل، على الرغم إن الرقم في المثال بتاعنا صغير عن الواقع. لحد هنا يبان ان طموحات ناس كتير لكسر نظام الاسيمتريك او ال RSA فشلت والنظام انتصر، ولكن مفيش حاجة امان بنسبة 100%، وبالذات لو العامل البشري هو اللي في الموضوع. وفعلا على ارض الواقع في الكام سنة اللي فاتوا دول ولحد دلوقتي في خناقة ما بين الدول الكبيرة اللي زي الصين وامريكا على التكنولوجيا المستخدمة في تطوير الذكاء الصناعي، وكمان امكانية امتلاك كمبيوتر سريع كفاية انه يعالج البيانات
المستخدمة في تدريب المودلز بتاعت الذكاء الصناعي دي، واللي اتكلمنا عنها قبل كده في حكايات فاتت على القناة. وبنسمع من فترة عن الكوانتم كمبيوترز، وباختصار كده واللي يفرقهم عن الكمبيوتر العادي اللي بنستخدمه بشكل يومي انه يقدر يعالج بيانات كتير في وقت قصير قوي، ايام او ساعات. يبان ده وقت طويل، ولكن الكمبيوتر العادي هياخد سنين السنين، ما يكونش قرون كمان، عشان يقدر يعالج نفس البيانات دي. وعلماء من الصين نشروا دراسة قريب عن تجربة عملوها لكسر نظام التشفير الأشهر على الإطلاق الاسيمتريك، واستخدموا في العينة مفتاح حجمه أصغر نسبياً عن المفاتيح المستخدمة في الواقع، وكسروا التشفير في 104 يوم بس. وكتير منا ممكن يشوفوا وقت طويل، ولكن أحب أقولك إن الكمبيوتر العادي هياخد كام سنة مش كام يوم، وباللي عملوه ده هو احتمالية لكسر أشهر وأهم نظام تشفير على الإطلاق، الاسيمتريك او RSA. الموضوع ده مش مؤثر بشكل كبير حاليا، لان امكانيه تطوير الكوانتم كمبيوترز ما زالت محتاجه امكانيات وموارد كتير، وطبعا وقت طويل. وعلى الجانب التاني أكيد برضو أنظمة التشفير هي كمان بتتطور. ولحد هنا خلصت حكايتنا النهاردة، ويجي السؤال: يا ترى هل تتوقع إن في دولة أو منظمة هتقدر تسابق الزمن إنها تطور كوانتم كمبيوتر يقدر يكسر أنظمة التشفير في وقت قياسي؟ وأشوفكم في الحكاية اللي جاية على كودكس لاين، والسلام عليكم.